السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا نزلنا فيديو امبارح، وناس كتير زعلت مننا. انا ما اعرفش زعلوا ليه، لان احنا بنتكلم في الصلاح العام. الحاجة التانية، احنا قمنا ببعض القياسات عشان نبين ان في حاجة اسمها الكترومagnetic فيلد، وديت طبعا مثبتة ان هي بالابحاث والتجارب، وفي مقالات كتير على الانترنت بتثبت ان هي ضارة على صحة الانسان. فاحنا اتكلمنا في فيديوهين قصيرين كده عن الموضوع ده، وقلنا احنا ازاي ممكن نتلاشى الكلام ده. في ناس قالتني بقى يعني ايه، طيب ايه البديل اللي عندك لو احنا مش هنركب لوحات مجمعة؟ طبعا انا قبل ما اعمل اي حاجة بكون مجهز ليها، وما بسيبش حاجة للصدفة او الظروف. كان في أخ فاضل اسمه علي صابر. الراجل ده من الناس اللي عندهم خبرة كبيرة جدا، ولكن هو مش مشهور على الميديا. ولكن بجد بيفهم كويس جدا جدا، وعنده باك جراوند كويس، لأنه فني تقني، متخرج من معهد متخصص جدا في الكهرباء، والراجل شاطر يعني. فبعت لي نموذج أولي لحاجة هنحل بيها المشكلة دي، هوريها لحضراتكم دلوقتي. واحنا بالفعل اتصلنا بالشركة عشان نعمل نموذج أكثر احترافية. والشركة فعلا أعجبت بالموضوع ده، وبدأنا خطوات. بعد تصنيع النموذج المحترف، بدأنا خطوات التسجيل. فسجلناه في الجهات المعنية، بحيث محدش ياخد الفكرة زي ما بياخدوا كل أفكارنا ويقولوا ده احنا اللي عملنا واحنا أول ما عملنا، وكلام الفارغ ده كتير يعني. فالفكرة هتحل مشكلة كبيرة، وهتوفر على العميل أكتر من 50 أو 60% من المصاريف اللي بيصرفها بدون داعي، وهتقلل أخطار المجالات المغناطيسية اللي هي وضحت جدا في الفيديو السابق للفيديو ده اللي انا بعمله. خليكم معانا، هنوريكم ازاي وجدنا بديل للوحات المجمعة. طريقة سهلة، وهتوفر زي ما قلنا 60% من المصاريف على العميل، وهتكون آمنة جدا وسهلة جدا. فخليكم معايا. ده حضراتكم نموذج أولي كحاجة تجريبية كده للعلبة البديلة للعلبة الماجيك اللي عايز يعمل سمارت. القطعة دي بتحط عليها وشين، وطبعا الفراغ ده طبعا في النموذج البلاستيك مش هيبقى موجود، هيبقى الموضوع طبيعي جدا. وطبعا ده بيدهن مع الحيطة، كل الجزء ده كله بيبقى موجود جوه الحيطة، مش باين الا الوش، يعني هيبقى معاك التركيب طبيعي خالص. القطعة ديت او البوكس ده فيه فتحات طبعا عشان تدخل خراطيمك. هيبقى موجود فيه قطعة 4 شانل، وممكن تحط فيه قطعتين كمان بجانب الأربعة شانل دول R3 عشان لو في شطرات أو تزود خطوط. كمان لو احنا هنشتغل بمفاتيح عادية، ممكن نحط 6 قطع دول R3، يعني 12 خط عندك في العلبة دي. طيب ايه الميزة في كده؟ الميزة زي ما احنا شرحنا في الفيديو السابق، ان مفيش تأثير الكترومagnetic فيلد خطر على صحة الإنسان. ثانيا التكلفة هتقل. احنا عارفين ان كل بوردة مجمعة في اللوحة بتاخد رواجع تقريبا بقرة سلك 1800 جنيه، غير سلك الكات 6 اللي هو طبعا البقرة بتاعته غالية جدا. وكمان بيحصل في الطريق كونفليكشن او فليكشن، او بيحصل تداخل بين الموجات. ممكن تلاقي خط بيشتغل لوحده من غير ما تشغله، ويطفي لوحده ويشتغل لوحده. الكلام ده طبعا في البوردة دي هيتلاشى. انت هتأسس تأسيس سيليسيون عادي، يعني مفيش كهرباء هيجي يقول لك انا بأسس لك سمارت، يعني عشان ياخد منك فلوس زيادة. ولا هتمد خراطيم اللفة ب 700 جنيه، ومش هيبقى مجمع فيها أسلاك اللي هتعمل لك
لا قدر الله سرطانات للأطفال. الحاجة التانية هتقفل باب المزايدات والسوق المفتوح لكل من هب ودب إن ياخد من العميل فلوس بدون وجه حق. إذا أنت هتخش على العلبة ديت بكهرباء وأرضي، والشغل بتاعك جوه هتوصل الرواجع دايركت على اللمبات بتاعتك، وهتجيب خطوط التعديل هتحطها على الزراير عندك، سواء هتشتغل البريسات بقطع الفورشنال المعدله، او هتشتغل مفاتيح اون اوف بالقطع دول ار 3، او هتشتغل بريسات وهتشتغل مفاتيح شطر لو هتشغلها للشطر. في كمان نقطة هنا مهمة جدا جدا، وهي ان حضرتك لو انت بتبيع المكان واللي هيشتري المكان مش عايز يدفع حق السمارت، فحضرتك ممكن تشيل الشغل بتاعك وتحط له مفاتيح عادية، لان داخل عندك هنا الكهرباء والارضي وطالع الرواجع. اذا ممكن تحط مفاتيح عادية خالص وتسيب المكان شغال زي ما تكون مش مركب سمارت وما خسرتش ولا قرش. الحاجة التانية، لو حصلت أي مشكلة في الشغل السمارت، هتقدر تستبدل الشغل بتاعك مؤقتا بمفتاح عادي تشتغل منه على بال ما تصلح المشكلة، والكلام ده ما كانش موجود في البرد أو في اللوح المجمعة. لو حصل أي مشكلة فأنت ما عندكش عند المفاتيح أي كهرباء خالص، عندك بس الكنترول اللي هو سلكات 6، وفي الحالة ديت أنت واقع في مشكلة كبيرة. إذا الحل ده حل أمثل، هيوفر نسبة كبيرة، هيقلل الأخطار، وهيديك سماحية إنك تتعامل مع الشغل بتاعك بمنتهى الأريحية لو في أي مشكلة، ومش هيسبب لك أي متاعب سواء مادية أو صحية أو مشاكل عند البيع أو عند استبدال الشغل السمارت بالشغل العادي. هوريكم أنا يعني الشغل بتاعنا اللي احنا بنعمله هيبقى تقريبا شكله ازاي. على سبيل المثال احنا عندنا هنا بواط، طبعا هيبقى الوش ده زي الوش اللي شفناه بالظبط، بس هيبقى بلاستيك واكثر احترافية طبعا. في التأسيس هيبقى يتحط عليه اي نوع من انواع الوشوش حسب الشغل اللي هتجيبه. هتجيب شانسي، هتجيب شنايدر، هتجيب اللي انت عايزه، كل اللي انت عايزه، الوسام، كل حاجة انت عايزها هتجيبها، وهتستخدم المفاتيح اللي انت عايزها في كل شغلك. احنا لو بصينا هنا كده هنلاقي عندنا هنا القطع الفورشنال على بارة اوميجا، وحطينا هنا قطعتين دول ار 3 نستخدمهم في الشطرات، نستخدمهم في الإضاءة. ولو هنشتغل مفاتيح عادية فبنستبدل البارة الأوميجا دي ببارات 3 بارات هنا بالعرض، وهنحط عليهم 6 قطع دول ار 3، يعني 12 خط معاك تقدر تعمل بيهم كل اللي نفسك فيه، وما استهلكتش اسلاك كتير، ما تحطلكش خراطيم جديد كتير، ما فيش حد جه خد منك مصنعية سمارت، لان ده تقريبا كده والله اعلم ضحك على الدقون يعني. فيا رب نكون احنا وجدنا الحل البديل للوحات الموت او توابيت السمارت اللي بيقولوا عليه الاقتصادي. و يا ريت حضراتكم تكونوا راضيين عن اللي احنا بنعمله، واحنا ما بنعملش الكلام ده لأي مصلحة شخصية والله. والشغل ده بتاع الباش مهندس علي صابر، هو صاحب الفكرة، وهو اللي عمل لي النموذج الأولي اللي عرضناه قبل كده، وبيعمل لنا الشغل اللي احنا اتفقنا عليه. ربنا ييسر الحال ويهدي الجميع، ويا رب ما نكونش تقلنا عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.